هنعمل النهارده الحواوشي الاسكندراني بطريقة سهلة جدًا، والعجينة بتاعتها مضمونة، وتابعين الفيديو لحد الآخر عشان تشوفوا وصفة العجينة، عشان تطلع ناجحة معاكِ. أول حاجة هنعمل الحشوة بتاعة الحواوشي. حطيت هنا في الكبة فلفل أحمر وفلفل أصفر، وحطيت هنا 4 بصلات باقطعها 4/4 كده، وباحطها في الكبة، وكمان معلقة صغيرة من الملح عشان تنزّل البصل ينزّل المَيّة بتاعته. وبدأت إن أنا أصفّيها في قلب المصفى كده، وباضغط على البصل عشان ينزّل المَيّة بتاعتها. وطبعًا المَيّة بتاعة البصل باشيلها في التلاجة كده وباستخدمها في وقت تاني. هنا حطيت التفل بتاع البصل على نُص كيلو من اللحمة المفرومة. طبعًا اللحمة المفرومة بتبقى حمرا على فيها نسبة من الدهن، وحطيت عليها رشة من الملح ونُص معلقة من الفلفل الأسود ونُص معلقة من الكوبيبة الصيني، بتدّي طعم حلو أوي وخطير للحواوشي بتاعنا. وقلّبتهم كويس أوي، وهابتدي إن أنا هاسيبها في التلاجة عشان تدّي التتبيلة بتاعتها. هنا هابتدي إن أنا هاعمل معاكم العجينة بتاعة الحواوشي. حطيت نُص كيلو من الدقيق، عليها رشة من الملح، وكمان المَيّة باحطها شوية، شوية، وفي الآخر خالص باحط 30 جرام من الزبدة. والعجينة زي ما أنتم شايفين بعد أمّا اتعجنت بقت طرية جدًا، وسِبتها ترتاح. وبعد أمّا ارتاحت بدأت إن أنا عملتها رول زي ما أنتم شايفين، وهابتدي إن أنا أقطّعها ل8 قطع متساوية. بعد أمّا قطّعتها كده لقيت إن قطع ناقصة واحدة، بدأت إن أنا قطّعتها تاني عشان يبقى 8 قطع بالضبط. وبدأت إن أنا آخُد واحدة كده وأعملها كورة، والصينية طبعًا دهنتها زيت عشان ما تلزقش فيها العجينة. وبعد أمّا خلّصتها خالص بدأت إن أنا أغطّيها كده بالستريتش أو أي غطا عندِك كده بتغطّيها عشان ما تعملش العجينة قشرة من فوق، وهاسيبها ترتاح للمرّة التانية. بعد كده جِبت اللحمة المفرومة اللي أنا كنت سايباها، حطيت عليها معلقة صغيرة من التوم في الآخر خالص، وبدأت إن أنا أقلّبها كويس أوي. وبعد كده هابتدي إن أنا أقسّم اللحمة المفرومة ل8 كِوَر كده متساوية. وبعد كده زي ما أنتم شايفين هابتدي إن أنا أجيب العجينة. حطيت زيت في قلب الرخامة كده وأفرد العجينة، وحطيت اللحمة المفرومة. واللحمة المفرومة ما باخلّيهاش للآخر كده، باسيب حتّة فاضية كده، واحط الجبنة الموزاريلا والحتّة الفاضية ديّة عشان العجينة ما تبقاش ملزقة. وبابتدي إن أنا أقفلها من الجناب كده ومن تحت عشان ما تفتحش منّي، وابتدي إن أنا أبطّطها كده وأورّيكم السمك بتاعها بالشكل اللي أنتم شايفينه قدّامكم دوّة. فردت عجينة تاني وحطيت اللحمة المفرومة، وكمان باحط عليها الجبنة الموزاريلا بتدّيها مَطّة حلوة من جوّه. وكمان باقفلها قفلة كويسة من تحت كده ولحد ما بتتقفل، وبابتدي إن أنا أبطّطها تاني كده لحد ما تبقى السمك بتاعها ولا تخين أوي ولا خفيف أوي عشان ما تبقاش ناشفة معانا. في طاسة على النار دهنتها وبدأت إن أنا أسوّي العجينة، ولازم أوطّي النار عليها كويس أوي عشان اللحمة المفرومة تستوي معاكِ وتبقى كويسة. بعد كده بعد أمّا أنا خلّصتها خالص، بدأت هي كده كُلّه خلص معايا، وحطيتها في قلب طبق كده وزيّنتها. وعايزة أورّيكم واحدة كده في طبق كده وأقطّعها لكم، باقطّعها كده عشان تشوفوها من جوّه، وأورّيكم من جوّه إن هي مستوية. اللحمة المفرومة من جوّه مستوية، والجبنة الموزاريلا سايحة من جوّه، والطعم بتاعها خطير جدًا. يا ريت اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش يعمل لايك واشتراك للقناة، ويا ريت الفيديو يكون عجبكم وتعملوا لي لايك في الفيديو. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وهاكتب لكم الوصف في صندوق الوصف. وفي النهاية أقول لكم: استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.